ألف مليون مبروك فوز نادي الزمالك على البنك الأهلي. طبعا حاجة جميلة جدا، وألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك. طبعا جمهور نادي الزمالك رغم الفوز بتاع امبارح طبعا يعني الحمد لله حاجة كويسة جدا. والحقيقة يعني خلينا برضو في الدوري تاني، احنا بنقدم منافس في عدد النقاط رغم ان هو ليه مباريات مؤجلة اكتر مننا، لكن الحمد لله يعني رغم الظروف اللي احنا كنا فيها وكان الكيد مقفول عندنا في بدايه الدوري والمشاكل اللي قابلتنا، نعتبر الحمد لله احنا دلوقتي متساويين معاه في النقاط، فيعتبر دي نقطه كويسه جدا. لكن الجماهير امبارح برضو ما كانتش مبسوطه رغم الفوز، لان هو ده بقى الفرق بين جماهير نادي الزمالك والجماهير التانيه او اي جماهير تانيه. جماهير نادي الزمالك ما بتكتفيش بالفوز، جماهير نادي الزمالك عايزه فريقها يكسب وياخد بطولات، ولكن بمدرسه الفن واللعب والهندسه. مدرسة اللعب والفن والهندسة، مدرسة ما اتقالتش من فراغ، ما اتقالتش من فراغ. لعب وفن وهندسة دي ما اتقالتش من فراغ أبدا. جماهير نادي الزمالك جماهير ذواقة، جماهير بتحب فريقها بيكسب عن جدارة واستحقاق. بتحب فريقها يبقى فعلا مستحق الفوز، بتحب تتمتع بلعب فريقها. وطبعا اهم حاجه الاداء الكويس والفوز والمكسب وتحقيق البطولات، مش مجرد الفوز وخلاص زي اي جماهير تانية ملهاش في اي حاجه، مجرد ان فريقها بيكسب وخلاص، وهي ما بتعرفش اي حاجه في الكوره اغلبيه الجماهير. لكن جماهير الزمالك سر تواجدها وسر مميزها عن اي جماهير تانية ان جماهير نادي الزمالك جماهير متميزه، جماهير حساسه، جماهير بتعرف تتذوق الكوره وبتعرف يعني ايه الفن واللعب والهندسه في الكورة. هو ده اللي بيميز جماهير نادي الزمالك عن أي جمهور تاني. حقيقة أفضل جمهور في العالم جمهور نادي الزمالك، ربنا يفرحهم دايما، ويا رب نشوف نادي الزمالك اللي جاي أفضل بإذن الله إن شاء الله.